السلام عليكم. هنعمل النهارده طريقه ملبن. الملبن اللي بنشتريه من المحلات هنعمله في البيت، بس هنضيف عليه جيلي يديله لون شويه او بص، والجيلي فيه جيلاتين يعني في بيبقى. جيلاتين. اه. معانا كوبايه ونص سكر، ومعانا كوبايتين ميه، وست معالق نشا، وباكو جيلي. وهنضيف معلقتين يا اما عسل ابيض، اي عسل عندك، يا اما عسل كلوكوز، يا عسل ابيض يا عسل كلوكوز. وبالمفروض نحط ملح ليمون، هنحط ليمون عادي عشان مش موجود ملح ليمون. ابدأ يلا. هتضيف ايه الأول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الميه الاول. ده ايه بقى اللي اتضاف التاني؟ السكر والنشا. هندوبه على البارد عشان النشا ما ينفعش يتدوب في ميه سخنه. هنحط معلقتين عسل. ممكن ما تحطوش جيلي عادي اللي يعجبكم. احنا عايزين نعمله بالجيلي. هو ينفع من غير جيلي، ينفع بالنشا بس والحاجه. دلوقتي هنروح على النار عشان خاطر نكمل. هتضيف حاجة تاني، ليمون ولا حاجة؟ هناك على النار. هنقلب فيه لحد ما يدوب كل حاجه، وهنحط الليمون بعد ما يدخل في الغليه شويه. لو عندك ملح ليمون هتحطي نص معلقه صغيره، ما عندكيش ملح ليمون حطي ليمونه، نص ليمونه كبير، يعني عصره ليمونه كده. ندخل في الغليه نوطي عليه جامد ونفضل نقلب فيه، ما نسيبوش خالص. بصوا يا جماعه، بصوا هي وصلت لايه. هي بتاخد على النار حوالي ساعه الا ربع، تاخد حوالي ساعه الا ربع، ممكن توصل لساعه كمان. بص عامله ازاي، بص تقلت ازاي، اهي تقيله جدا. بص الشكل. نفضل نقلبه فيها كده لحد ما تتقل. هي بتاخد شغل ياما شويه، وعلى نار هاديه خالص، نار بسيطه جدا. يلا. هي كده خلصت، كده خلصت يا جماعه. انا حطيت لها نص معلقه فانيليا عشان ما عنديش موارد، فحطيت لها نص معلقه فانيليا، ممكن تحطوا موارد. وديت عاملاها العلبة احنا حطينا نقطتين زيت ومشيناها عليها عشان النشا عشان يمسك مش فيها. هيمسك فيها. عشان لما نصب عليها الجيلاتين هنصبه دلوقتي اهي. بس اهي هو تقيل بنفس ازاي، الطريقة اهي. بس هو تقيل ازاي. اخد سوا كويس جدا على النار. اهي. بصوا كده احنا غطينا وشها بالنشا، وهنحطها في التلاجة بتاخد لها حوالي ساعتين اكتر بقى، حسب ما تجمد شوية هنطلعوها نطلعوها ونقطعوها بعد كده قدام. ونقطعها واوريها لكم وانا بقطعها. يعني هي حاجة حلوة للأطفال يعني. السلام عليكم. رجعنا تاني يا جماعة بعد ما خلص الملبن. الملبن. تمام زي ما انتم شايفين اهو. تمام. نحطها اهي. امسكوها سموا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا من غير اي حاجة اهي. امسكوها كده نقطعوها. وعلى فكرة السكينة يبقى مدهونة ايه؟ يعني نقطتين زيت ولا حاجة. تمام. وفي سكر خشن معانا. هنعمله كده سموا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. اهي زي ما انتم شايفين على طول ايه الزيت في السكينة. بصي يا بقت حمرا عشان الجيل اللي انا حطيته. ايوه نسينا اقول لهم برضو كده. اللي عايز يحط لها الوان طبيعيه يحط لها، بس انا حطيت لها جيلي.
الجيلي عطاها اللون ده، انا حطاها عشان يديها اللون ده. كل قطعه هتبله زيت، زي ما انتوا شايفين لازم يتبل زيت على طول اعمل كده تاني عشان انا تسلق. زي ما انا شغال، وافرقها من بعضيها كده اهي. بسم الله ما شاء الله. وحلويات للاطفال عندنا في البيوت. بسم الله. بصوا يا جماعه احنا هنقطعوها اهي مربعات اهي اهي، سهله جدا اهو زي ما انتوا شايفين. اخد الحته وارميها في السكر كده كده. امسكها في ايدك كده. امسكوها امسكيها وريها له. بص يا جماعه، بص عامله ازاي ناشفه. بص ناشفه ازاي. اتي بقى بص ناشفه ازاي، ناشفه وجميله جدا اهي. بصوا ما بتلزقش، ايدي نضيفه بعد ما انا مسكتها، ايدي اهي نضيفه زي ما انتوا شايفين مش اهي. بتلزق، بصوا بتاع مش الجمال. بتلزق خالص. بصوا يا جماعه احنا قطعناها اهي، وقطعناها ايه مربعات صغيره. حلو. هنكملوا تقطيعها وهنحطها في السكر زي ما انتوا شايفين اهو. اهو زي ما انتوا شايفين وهي طريه كده بصوا عامله ازاي. اهي. بص شوف اللي بالسكر. ثواني. بص ما بتلزقش اهي، من كل الجناب ما بتلزقش، ده اهم ما في الموضوع انها ما بتلزقش فعلا. بصوا يا جماعه انا بكمل تقطيعها اهي اهي بالراحه جدا اهي. وسحبت السكينه تمام. ارجع لكم بقى. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهي زي ما انتوا شايفين. ماشي توكل على الله. اهو يا جماعه بعد ما خدتها من هنا كده انا اهي، احطها في شويه سكر بس كده زي ما انتوا شايفين اهي اهي. على فكره يا جماعه هو مش مكلف، هي كوبايه ونص سكر وكوبايتين ميه وباكو الجيلي اللي انا حطيته، اللي مش عايز يحطه ما يحطوش، وست معالق نشا، معلقتين عسل. على فكره العسل لو ما عندكش عسل وعندك عسل كلوكوس ماشي، ما عندكش لا ده ولا ده وعندك شربات بتاع كنافه ماشي، خدي منه معلقتين. ايوه قولي برضه لهم على الموضوع بس اللي احنا يكون فكرنا تقيل. فيه اللي هو زي العسل كده. يكون تقيل. وحطيت عصرة ليمون عشان ما عنديش ملح. اهو مع البال ملح اهو. ليمون. تمام تمام اهو. اخر حاجه معانا اهي اهي. وطبعا نتسلوا فيه واحنا قاعدين كده في البيت. انا حاطه له نص معلقه فانيليا. ليه قلت انا السكر الخشن؟ عشان السكر الخشن هديله طعم كده برضو مع العيل وهو بياكله ان شاء الله. اهو زي ما انتوا شايفين اهو الطبق بتاعنا جاهز اهي اهي. ثواني كده. بصوا عامل ازاي، لا ما بيلزقش ولا بيعمل اي حاجه. مطاطي اهو. شكله حلو بجد يعني. بصوا احلى من الجاهز كمان، هتعملوه جربوه. اهو كده بعد ما خلص يا جماعه.